الأستاذ صادق ركب الميكروباص زي كل يوم وهو رايح على شغله. هو شغال في المدرسة مدرس لغة عربية، ومتعود الأستاذ صادق إنه طول الطريق ماسك السبحة وبيسبح ربنا. أول ما ركب الميكروباص واتحرك، راح السواق شغل الكاسيت العربية على أغاني كلها خبط ورزع. لا ومش بس كده، الأغنية فيها كلمات هابطة عيب يسمعها الشباب والشابات الصغيرين. فراح الأستاذ صادق قال للسواق ممكن تقفل الكاسيت ده أو حتى تخلي صوته على قدك. فراح رد السواق عليه وقال والنبي يا عم الحاج مش عايزين قلة مزاج على الصبح، وإذا ما كانش عاجبك انزل وخد عربية تانية. رد الأستاذ صادق وقال له يا ابني أنا بقول لك كده عشان الأغاني اللي أنت بتسمعها مش أغاني، ممكن تقول لي مين اللي بيغني ده؟ فرد السواق وقال له ده النجم الكبير حموكشة، ده مكسر الدنيا يابا. فرد الأستاذ صادق وقال وكمان مكسر الدنيا؟ يا ابني ده مفيش كلمة كويسة بيقولها، وحتى الموسيقى كلها خبط ورزع وملهاش معنى. يا عم الحاج هو ده اللي احنا بنسمعه دلوقتي وبيعجبنا، ممكن تسيبني بقى أكمل الأغنية؟ استعجب الأستاذ صادق وكلم نفسه وقال يا خسارة المغنى الأصيل، راحت أيام الفن الجميل وبقينا نسمع كل يوم صهيل في صهيل.